مزنة هذه نسقي النخل بهالطريقة. أول شيء شوف الرادة ما أخذت حيز علينا، ثاني شيء ما في أعشاب، ثالث شيء اقتصادية بالماء. هذه طريقة وش هذه ماسورة 6 بوص منزلة تقريبا متر تحت، مشققة من تحت من جميع الجهات، به لي بوصة داخل منه عالية بوه مامة أو بشبور. هذه بس سكر هذه الأسمدة والدنيا نحطه هنا إذا بغينا نسمد. يا سلام. وعلى النخل كله شوف طريقة النخل ما تشوف حياض ولا تشوف شيء كله. هذه تصلح للي عنده استراحته شجر نخل شوي تصلح له. وحتى من داخل حتى النخلة اللي من داخل نفس الشيء. شوف النخلة هذه نفسها. تبي نشوفها؟ يلا تعال. شفت هذه النخلة هذه جلسة مستفيدين منه، ما في رادة ولا في شيء ولا شوف الحين نفس الطريقة. شوف هذا الماء ولا في ظلمة ولا شيء، ها ولقضينا غطيناه كذا. الأسمدة والدنيا كلها كذا. الدك يا طويل العمر هذا خيش، طبعا الماء ينزل عليه من فوق، شوفه مخفي من فوق، في لي مخفي بشبير تنزل يسمى يهتف الماء يهتف حلو إلى تحت. هذا مجرى على دار مدار على الدكة المجرى هذا. يا سلام. وفيه ماطورين اثنين يضخن الماء مرة ثانية عيد ضخه، يعني ما في هدر ماء. هنا جوا من داخل الهواء يجيك بارد زي الصحراوي، ومتيزين إذا صار فيه عجاج ولا هواء عشان إنه يدخل عليك الهواء بارد، بس إذا صارت كاتمة لا شوي تصير كأنها رطوبة. إيه هذه طريقته. تعال أوريك. هذه حقة الليل اللي بالليل هنا. هذه ارتفاعها تقريبا 3 متر ونص الارتفاع، ومحطة هنا أول شيء الحديد، وبعدين يجي خشب تقريبا 14 ملي. يا سلام. وبعدين السبريكس هذا. السبريكس هذا ميزته إنه بالليل بارد وبالنهار يبرد على الجلسة اللي تحت، يعني السقف يبرد على اللي تحت. وهذا تشوفه هذا رشاش وإذا رشاش يعني جميع الجهات رشاشات محاور وبرادات وشغالة الليل والنهار وبرادات، يعني بالليل براد بالنهار براد. هذه أنا حطيت المغسلة هذه، شفت المغسلة هذه حطيته اللي يجلس بالدكة بالليل عشان ما يقعد ينزل تحت. ينزل لا يغسل بهذا بهالمغسلة زين. وهذه النخلة حطيتها عشان اللي بهذا بعدين يقدعون وهم بالدكة. شوف هذه أول سنة تونا غارسينها، شوف مطلعة ما شاء الله.